السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جروب القلب تعب بيحييكم. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم أهل الخير. بحبكم في الله. دايما الناس بتشتكي من زواج النت. أنا عايزة أقول كلمتين بس. اللي عايز بيعيش بيعيش، اللي عايز يستقر بيستقر، اللي نيته الخير ربنا بيكافئه على نيته. في ناس بتتواصل فعلا وتبقى عندهم نية الخير ومصداقية بيدخلوا البيت من بابه والدنيا بتمر بخير وسلام. وفي ناس بيبقى عندها فضول وحب واستطلاع، هل الموضوع ده صح ولا لا؟ ممكن بيدخلوا البيوت يتفرجوا على البني ادمين فقط لا غير، انهم يتفرجوا هل الموضوع ده صح، ايه الناس دي. او سبحان الله، في ناس بيبقى معتوهين، في ناس عندهم نفسيا مش ناس سوية، ممكن تدخل البيوت وبس انها تتفرج على البني ادمين فقط. وفي طبعا مواقف وحشه قوي 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 بنشوفها من الناس، مواقف وحشه جدا 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 بنشوفها من الناس. يعني في واحد يدي مواعيد وبعد كده ما يجيش خالص، ترن عليه التليفونات مقفوله. فاحنا بنقول لكم اتقوا الله يا جماعه، اتقوا الله. هو في ايه في الدنيا؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا دي؟